السلام عليكم. النهارده هكلمكم عن مباراة بيراميدز والاسماعيلي اللي هتتلعب بكرة ان شاء الله الساعة 4 مساء. مباراة هتبقى صعبة بين الفرقتين، وهتبقى اصعب على الاسماعيلي لو بكرة دخل المباراة بشكل دفاعي، يعني هتدافع قدام بيراميدز هتزعل. وانا بقول للعيبة يعني يا هتلعب تحفظ وكل حاجة، بس الفرص اللي تجيلك تستغلها، لان فريق بيراميدز ما بيرحمش وما بيهزرش. لازم لعيبة الاسماعيلي بكرة تلعب بجدية عن المباراة السابقة، لازم تلعب بحماس. لازم المدرب ايهاب جلال لازم يحمسهم قبل اللقاء، يقول لهم انتوا فريق كبير وانتوا بتوصلوا للجون، بس يعني عندكم مشكلة انكم مش ما بتعرفوش تجيبوا جوان. لازم اللعيبة بكرة المهاجمين ان كان باسم مرسي او يو انور لازم يستغلوا اي فرصة تجيلهم في منطقة جزاء بيراميدز. خلاص، ويا ريت نشوف محمد حسن يسدد على الجون. يعني محمد حسن هو الوحيد اللي في الاسماعيلي اللي هو عنده مهارة التسديد بره منطقة الجزاء. لازم يكون في تركيز من الدفاع ومن حارس المرمى، عشان بيراميدز تمتلك لعيبة في خط الهجوم قوية جدا. ولازم اي كرة تيجيلنا على جون بيراميدز لازم نستغلها صح، ان كان يو انور او باسم مرسي او ضربة جزاء حتى، يعني الحظ يبقى معانا مرة واحدة حتى. والاسماعيلي ان شاء الله يعمل نتيجة ايجابية بكرة، سواء اتعادلنا او كسبنا. يعني احنا المفروض الاسماعيلي هو اللي يكسب يعني، ولكن الكرة مش بالاسم، مش مش بالتاريخ، مش بأي حاجة. يعني الكرة بتعترف بحاجة واحدة بس دلوقتي، اللي هي الفلوس وبس. خلاص، أتمنى التوفيق للإسماعيلي بكرة ويقدموا مباراة كويسة ويكسبوا إن شاء الله ويفرحوا جمهورهم. شكرا ليكم. لو الفيديو عجبكم دوسوا لايك واشتركوا في القناة واضغطوا على زر الجرس وتابعوني دايما على القناة بتاعتي. شكرا.